السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. في البداية كده طبعا اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، وصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. في البداية كده انا جايب لكم النهاردة اقوى طريقة لاحتراف الجيروسكوب في يوم واحد فقط. ايوه زي ما انت سامع، بس اليوم ده مش هيبقى ساعة ولا اتنين، لا مفيش الكلام ده. انت هتقعد 3 او 4 ساعات بتلعب. هتشحن الموبايل بتاعك لو فضي مثلا، وترجع تاني تكمل. مش حاجه اسمها اللي هو ايه هتحترف الجيروسكوب في يوم واحد، اللي هو انت خلاص هتحترفه اللي هو تلعب ساعتين وتقفل. مفيش الكلام ده، انا ما عنديش الكلام ده خالص. انا هنا بتكلم كلام بجد. هتبذل مجهود وهتلعب وهتحترف الجيروسكوب باذن الله في يوم واحد بس. فبس كده يا اخواتي، من غير مقدمات كتير، اذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب، وصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. تنساش لايك شير سبسكرايب فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا على الفيديو، ليتس جو. طب يا اخواتي ركزوا معانا هنا كويس، عشان الفيديو ده مهم جدا جدا جدا، وباذن الله هتطلع منه مستفاد جدا جدا جدا. طيب الفيديو هيكون مقسم ل9 اجزاء. ايه هم ال9 اجزاء دول؟ اول جزء ازاي فعلت جيروسكوب ولعبت بيه. ازاي فعلت جيروسكوب ولعبت بيه؟ والله يا اسطى انا كالعاده زي اي حد يعني دخلت والله فعلت الجيروسكوب اول لما جبت الموبايل الجديد، ورحت دخلت التدريب على طول. ما عملتش اي حاجه في الحساسيه. الحساسيه بتبقى 100 زي ما هي زي ما هي كده. اول لما بتفعل الجيروسكوب بيبقى ليه حساسيه مخصصه اللي هي 800، ما تعليهاش. هتعليها الدنيا هيروح في داهيه ومش هتعرف هتكره حياتك. طيب عملت ايه يا عم محمد؟ اول لما فتحت الجيروسكوب هل دخلت تلعب على طول؟ اكيد طبعا يا اسطى لا، اكيد لا. تعمل ايه؟ تخش تدريب، وهسيب لكم باذن الله في الفيديو ده تدريبات، احسن تدريبات تعملها عشان تحترف الجيروسكوب. طيب طريقة احتراف الجيروسكوب قبل ما تفعله. هتقول لي ازاي؟ هقول لك هو كده والله جت معايا كده، انك ما تمسك مثلا موبايلك وانت بتلعب كده، حاول انك حتى لو انت مش مفعله تقعد تعمل الشاشه اللي هو يمين وشمال كده، تتعود على هزه الشاشه. هو ايوه مش هيبقى فيه هزه جوه اللعبه، بس انت تتعود ان الموبايل يروح منك يمين وشمال وكده وتحت وفوق، لو مثلا سكوبات وكده. فاهمني انا قصدي ايه؟ الحركه دي قسما بالله مهمه جدا جدا جدا، ونفعتني اقسم بالله. طيب الحاجه التالتة، ازاي احترفت جيروسكوب في يوم واحد؟ اللي هو مش يوم واحد 24 ساعه، لا كان 6 ساعات تقريبا. انا مش هقول لك بقى احتراف الجيروسكوب في نص ساعه، اعمل كذا لا لا لا، مفيش الكلام ده عندي. انا هنا واحد مصداقيه 100%. ايه رايك في الرياكشن؟ موت. المهم المهم فانا اكيد مش هديك طريقه انك تحترف بيها الجيروسكوب ساعه والكلام ده كله، اقول لك اعمل اي هبد ومش عارف ايه واسيبك كده وخلاص. لا مفيش الكلام ده. انا هنا عندي مصداقيه في الفيديوهات، لانكم اخواتي قبل ما تكونوا متابعين اقسم بالله. فالطريقه انك هتلعب من 4 ل6 ساعات. هتلعبهم فين دول يا معلم؟ هتلعبهم في التريننج. اول ساعه في التريننج. هتعمل ايه في التريننج؟ هتخش قدام الاهداف اللي هي اللي عند عمارة سكول، وتفضل تضرب وتعمل دوج وتحرك الايم مع الدوج. فاهمني انا قصدي ايه؟ اكيد طبعا دي حاجه مش صعبه وكلنا نقدر نعملها. اخويا الصغير يقدر يعملها عادي جدا. هتقول لي ايه دي اللي خلتك تحترف في الجيروسكوب في الوقت الصعب ده؟ اقول لك والله العظيم هي دي اسمه ايه ده الطريقه. ولو عملت الطريقه اللي هي مثلا تمسك الموبايل وتفضل تلعب عادي، او مثلا تخش تدريب وتحرك بصبعك، وانت بتحرك بصبعك تلف الموبايل مع نفس حركه الشاشه والكلام ده كله اللي هو بصبعك، والله العظيم هتفيدك اكتر. طيب ازاي اقعد قعده حلوه لنفسي واظبطها لنفسي؟ طيب بص يا معلم، انا دلوقتي هديك القعده بتاعتي انا اللي انا بص. انا تقريبا بقاليش بقعدها القعده دي، ما كملتش شهر وانا بقعد القعده دي، واحترفتها وقعده جميله جدا، ولكن اتحكم منها. انا هقولها لك تاني اهوت، اتحكم منها. ازاي يا معلم؟ القعده مش سهله، مش من اول يوم هتلاقي نفسك جامد فيها. ايه هي؟ ايدك الشمال اكيد انت ايمن. لو انت طبعا ايمن وايدك الاساسيه هي اليمين، فايدك الشمال هتسندها على اي حاجه، والايد التانية هتجيبها جنبك كده وتلزقها. بس اليمين مش بتكون مسنودة على اي حاجه. ركز، الشمال مسنوده مثلا، يعني مثلا لو انت قاعد على سرير وجنبك لو انت قاعد على كرسي وجنبك سرير، تقدر تحط ايدك على مثلا المخده وعلى السرير، وايدك اليمين تبقى لازقها في جنبك. فاهمني انا قصدي ايه؟
وتتحكم عادي بايدك اليمين اللي هي السايبه. هتقول لي ازاي؟ هقول لك انت بتثبت بالشمال وبتحرك باليمين، فاهمني قصدي؟ لانك ايدك الشمال هتبقى ثابته، وغير كده انت كده كده ايمن، لو انت اشول يبقى العكس، فاهمني انا قصدي ايه؟ طيب الجزء اللي بعده، اعمل الحساسيه كام يا عم محمد؟ لما اكون اول مره مفعل جيروسكوب. بص يا اسطى، الجيروسكوب انا مش هقول لك ان هو انت اول ما هتفتحه مش عارف ايه وهتبقى فاجر والكلام ده كله، لا، لسه محتاج لك وقت تتدرب وتخش تي دي ام، وبعد كده تبتدي تلعب كلاسيك. طيب ايه التدريبات بسم الله الرحمن الرحيم. اعمل ايه في الحساسيه لما اكون لسه مفعله؟ هتعملها زي ما بقول لك كده، من 100 ل 150. لو انت مثلا اللي هو بتعمل الطريقه اللي قلت لك عليها، اللي هو فاهم تحرك بايدك والكلام ده كله مش بالحساسيه الكاميرا، وبتعمل في نفس الوقت كانك بتلعب جيروسكوب وكده، بس الكلام ده ما تعملهوش يعني لو انت كنت بتتوحم زي كده على جيروسكوب وكنت عاشق الجيروسكوب وكده قبل ما تلعب جيروسكوب، فانت تلقاها عادي. لكن انت لو مثلا معاك موبايلك اللي هو يدعم الجيروسكوب، فانت ما تعملهاش، انت خش شغل جيروسكوب على طول، تمام؟ فمن 100 ل 150 بالكتير قوي، 150 هتخش تتدرب زي ما قلت لك ساعة في التدريب اللي هو التريننج، ما تكترش عنها، ما تكترش عنها. ليه؟ لانك بتقابل خصوم ثابته، انت بتضرب على خشب، فتلقائي الخشب ده مش هيعمل دوج قدامك، مش هيعمل كراوتش، مش هيعمل بيك، مش هيفتح سكوب، مفيش الكلام ده كله. فانت هي دوبك ساعه واحده بس، وبعد كده تنزل تي دي ام، ما تخش كلاسيك على طول، عشان تخش كلاسيك مش هتعرف تعمل اي حاجه وهتموت، فاهمني انا قصدي ايه؟ هتموت بقى ولسه ترجع تاني وتستنى وتدوس جيم جديد وتستنى 50 ثانية، وعلى ما تنزل وتلوت والله اعلم، مثلا يمكن تنزل ما تلاقي الناس نزلت قبليك ومسكوا اسلحة وانت موت. فبلاش، انت تنزل تي دي ام، ماشي؟ طيب دخلت التي دي ام، اقعد في قد ايه في التي دي ام؟ من ساعة او من ساعة ونص لساعتين. لو عرفت تكتر عن كده والله امين. هتقول لي ايه يا عم كل ده؟ هقول لك والله يا اسطى انت حابب تقسمهم على كذا يوم براحتك، بس هي دي الطريقه اللي هتخليك تحترفه في يوم. واليوم زي ما بقول لك مش هيبقى ساعه وساعتين، لا، من 6 ل 8 ساعات لعب، بس لعب مش مستودع على طول. تقدر تدخل كلاسيك عادي بعد الساعتين المستودع، تقدر تدخل كلاسيك عادي، ولكن نصيحة مني، هتخش مستودع الجيم اللي هتلاقيه فيه خنزرة وشوتجن وبي 90 كتير، اطلع منه عشان ما تتضايقش وتطلع تقفل جيروسكوب، عشان هو هتقول العيال دي موتات وانا مش عارف العب بالجيروسكوب، ولو قفلت الجيروسكوب هجيبهم وربنا، وتروح قافل الجيروسكوب زي العبيط وتروح جايبهم وخلصت وانت كمان ما اتعلمتش اي حاجة. فبالله عليك، لقيت الخنزره دي اطلع من الجيم، خش جيم غيره، او الافضل دي حاجه لسه بفكر فيها بصراحه، ما بكدبش، الافضل انك تدخل روم مستودع مع واحد صاحبك. بس بقول لكم ايه، بالله عليكم يا جماعه، شغل اللي هو اخدك اقصاء واخدها سكرين. بصوا يا رجاله، انا خسرته اقصاء، يا الله يا مانو يا جدعان، يعني قالوا يا جدعان دي لعبه، اقسم بالله يا جدعان دي لعبه، الشغل ده خلاص احنا كبرنا عليه، احنا كبرنا عليه والله. خش روم مستودع مع واحد صاحبك، او خش مع واحد من العشوائيه واي حاجه، وده الافضل عشان ما يكونش فيه خنزره والكلام ده كله، والعب ورا وظبط حسيتك وكل حاجه. والله خير وبركه، لو حسيت ان ال 150 تقيله سرحها شويه خليها 180، حسيت ان هي تقيله برضو خليها 200. طيب دلوقتي تدريبات للمستودع، اسمه ايه ده، اتدرب في المستودع ولا الكلاسيك؟ لا مستودع، ودي قلت لك عليها طبعا. ازاي اخد تحكم كامل في الجيروسكوب في اسرع وقت ممكن؟ والله بص، هي اول حاجه، عشان انا مش فاكر هم كام حاجه، بس انا مرتبهم في دماغي بس مش فاكر هم كام حاجه، ما علينا. اول حاجه يا باشا انك تستمر على الجيروسكوب، استمر على الجيروسكوب، استمر على الجيروسكوب، ما تقفلش الجيروسكوب، اعتبر ان ده موبايلك وهي اللعبه كده، فاهمني انا قصدي ايه؟ تاني حاجه، ما تكترش في التدريبات، ما تكترش في التدريبات، ما تكترش في التدريبات. ليه؟ لان التدريبات قدامك خشب ما بيتحركش. انزل تي دي ام لو انت عايز ترجع تاني ولسه زي حالاتي كده، كنت لسه اللي هو مش لسه هموت وانزل تاني واستنى 50 ثانيه في الطياره والكلام ده كله، الله اعلم هنزل تاني اصلا هاخد سلاح ولا هتلاقي ناس نزلت قبلك وجابتك. تنزل تي دي ام، اسمه ايه ده، بس قبل تي دي ام تنزل ساعه تدريب. والله لو انت حسيت نفسك عايز تخش مستودع
واللي هو ايه مش قادر تكمل الساعه في التدريب، يبقى خير وبركه. اقعد بس اقعد بردك نص ساعه بحيث انك تتعود على تحريك الموبايل، فاهمني القصد ايه؟ بعد كده خش يابا التي تي ام وظبط يابا نفسك والكلام ده كله. طيب حساسيه الاسكو لا لا مؤاخذه دي الحاجه الجايه. طيب والقعده بتاعتك ما تغيرهاش، اختار قعده معينه انت مستريح فيها، مالكش دعوه بيا، انا بختار عادي على حسب القعده اللي انا مستريح فيها، انت مالكش دعوه بيا. القعده بتاعتي ما ريحتكش والله اختار غيرها وشوف الاحسن لك، وهديك قعده تانية تبقى حلوه برضه. اقعد على كرسي اسند ظهرك وانزل وحط كوعك الاتنين على ركبك من ناحيه ركبك تحت ركبك كده بشويه، على رجليك بمعنى على فخادك، وتحرك. يا اما تقعد في الارض وتربع رجليك، وبص عارف ايدك اللي بتمسك بيها ناحيه صوابعك كده تحت شويه عند بص فوق الكوع بسنه، تسندها كده على فخادك برضو وانت قاعد مربع وتلعب. القعده دي قويه جدا يا جدعان، بس للي ليه دماغ بصراحه. انا رجليا ما بقدرش اقعد في الارض واربع والكلام ده كله وتلاقي الناس معديه يلا الواد العبيط ده. لا يا جدعان بهزر والله، بس وقسما بالله القعده دي جامده قوي. انا اصلا مجربها بالصدفه، اللي هو ايه دخلت اصلا اجيب لكم الكود بتاع الاعلانات امبارح، فاللي هو انا قاعد كده كان ليا مزاج اقعد في الارض بصراحه، فقعدت وربعت في الارض جاي بقى احط الموبايل كده، قلت ايه ده القعده جامده قوي اقسم بالله يعني قعده جامده قوي. بس انا بالنسبه لي احسن قعده اللي هي تسند ايدك على مثلا مخده او اي حاجه، والايد التانيه اللي انت متحكم منها، يعني مثلا لو انت ايمن تسند الشمال على حاجه واليمين تجيبها تلزقها في جنبك وتحرك بقى تلعب براحتك. تمام. حسيت السكوبات بقى يا معلم عشان دي التقيل بقى، دخلنا في التقيل. حسيت السكوبات هتبتدي يا معلم من 150 حسيت السكوبات، وهتبدا تعلي او لا 10 تبدا تعلي 10. طيب تسجل الرقم وانت بتقفل حسيت اللي هو ايه الجيروسكوب دي اس، بتقفلها لحد اما تظبط حسيت السكوبات. تمام ظبطت حسيت السكوبات. خد بقى التركايه دي من عندي لكل اخواتي اللي كملوا الفيديو، بتخلي حسيت الاي دي اس جيروسكوب تفعلها بعد ما توصل للرقم اللي انت حاسه انها تمام ليك. بتخش على حساسيه الاي دي اس جيروسكوب وتعليها 10 او 15 بالكتير قوي عن حساسيه الكاميرا. ليه بقى؟ لانك يا معلم لو عملت حساسيه الكاميرا جيروسكوب في السكوبات عاليه. طيب تمام لما تيجي تفتح السكوب على اللاعب هتلاقي ايه الحساسيه عاليه، فتلقائي السكوب بيرقص. فاهم حاجه؟ مش هيبقى مع الخصم بالظبط، ولكن لما يبقى الكاميرا واطيه فهتلاقي تلقائي الام ثابت، وفي نفس الوقت الاي دي اس عالي، فانت هتقدر تتحكم من الجيروسكوب اللي هو من الجيروسكوب وانت بتضرب وكده هتقدر تتحكم منه بسهوله. ليه بقى؟ لانك اول لما هتتك على الموبايل جامد تنزله لتحت هتلاقي الام بينزل معاك لان الحساسيه عاليه. هتعمله بالراحه هتلاقي الام تمام. فاهم قصدي ايه كده؟ فانت ايه يكون عندك سهوله. لو انت مثلا الخصم بيجري مثلا لتحت تجيب سنه كده بس تلاقي الام معاك نزل عادي. فانت فاهم قصدي؟ بس ما تكترش عن 15 اي دي اس جيروسكوب فوق الكاميرا جيروسكوب. يعني مثلا انا دلوقتي حسيتي في السكوب 4 كانت 190 او 195، بعمل الاي دي اس جيروسكوب من 200 او 210 او 205 لما مؤاخذه لحد 210، ما كترش عن 210. ليه بقى؟ زي ما قلت لك كده الكاميرا اول لما هتفتح السكوب لما تكون تقيله السكوب هيلزق وانت هتضرب هتلاقي والله الضرب معاك سهل والتحكم سهل عند الضرب وهيكون سريع وبس كده. خلاص يابا انت قفشت الخصم خلاص الموضوع خلص. ودي تركيه لكل اخواتي عشان انتوا اقسم بالله اخواتي لاف يو يا جدعان. وبجد شكرا لكم على كل الدعم الجبار. يعني لسه في اول القناه باذن الله جاي اجمد واجمد واجمد، بس عايزكم كده في ظهري وانا عارف انكم كده كده اصلا في ظهري من غير اي حاجه. وشكرا بجد لكم يا اخواتي. وبس كده يا اخواتي زي ما قلت لكم هتطبقوا النصايح دي احترفوا الجيروسكوب باذن الله في اسرع وقت ممكن. طيب في نصيحه كمان لاخواتي اللي كملوا الفيديو لحد هنا، ايه هي؟ الاستمراريه. مش من اول يوم هتيجي معاك، الله اعلم انا جت معايا
انا جت معايا، بس انا مش بقول لك ان انت مضمون انك هتجيبه من اول يوم. طب فاهمني؟ انا جت معايا بالطريقه دي، فوالله انا ما استخسرتش فيكم المعلومه وطلعت قلتها لكم. ولكن ان هي ما تجيش معاك وتخش تقول لي مش عارف ايه وصل ايه، لا يا اسطى انت ممكن ما في حاجه ما طبقتهاش من اللي انا قلته، ممكن ربنا ما وفقكش يا اسطى انك تطبقه في يوم عادي يا اسطى، مش اي حاجه. وخلي بالك ان انت تبذل مجهود اكبر مني عشان تتعلم. يعني مثلا انا اتعلمت في يوم، انت بذلت مجهود يومين 3 4، انت كده تبقى افشخ مني في الجيم. وربنا ما بهزر يا جدعان، اللي تعب بيلاقي. فاهم؟ ودي نصيحة مني بردك. واذكروا الله وصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنساش لايك شير سبسكرايب فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بإذن الله اشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم.